السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيشوفونا النهاردة، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مخللات رمضان الجميلة. كل سنة وانتم طيبين، رمضان خلاص قرب ومفيش سفرة على الفطار بتخلى من المخلل. النهاردة هنعمل مع بعض شوية مخلل مشكل طعمهم خطير ويفتحوا النفس على الفطار. عايزين نعرف ازاي يطلع معانا ملح مظبوط ومقرمش من أول واحدة لآخر واحدة، والمية بتاعته نفسها تتشرب كده من حلاوتها ولونها التحفة، ومن غير ما نحط بنجر خالص. تابعوا معايا الفيديو للآخر علشان هنقول معلومات مهمة جدا لنجاح المخلل. وما تنسوش بقى لايكات كتير وشير للفيديو علشان كل الناس يستفادوا. أول حاجة معايا جزر غسلته في الأول وبعد كده هبتدي أقشره. بعد كده هقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت دول مش عايزينهم، ونستخدم الجزر الكبير علشان ما بيكونش مسكر قوي، وكمان بينجز معانا في الوقت كده في التقشير والتقطيع. الجزر الصغير بيكون مسكر وده احنا مش عايزينه خالص في المخلل، نستخدم الجزر الكبير. بعد ما قشرته شطفته تاني وهبتدي اقطعه بقطعة المخلل دي، بتدي شكل حلو كده للمخلل. نقطع الجزر كده على شكل حلقات. القطعة دي بتقطع الخضار بشكل جميل، بس لو مش موجودة قطعي بالسكينة عادي خالص. ممكن تقطعيه بالطول كمان وتعملي صوابع كده زي البطاطس. قطعيه بقى بالشكل اللي تحبيه. بعد كده هحط عليه مية بتغلي من الكاتل، وهغطي عليه واسيبه كده منقوع في المية المغلية لمدة 10 دقايق او ربع ساعة، علشان الجزر بيبقى قاسي شوية كده، فعلشان يطرى سنة وينزل الطعم المسكر اللي فيه. ومعايا كمان قرنبيط نضفتها من العروق والورق الاخضر اللي فيها، وبدأت اقطعها كده وردات او زهرات صغيرة علشان تبقى طعمها حلو في التخليل وكمان ما تاخدش وقت. بعد كده حطيت عليه مية بتغلي من الكاتل ومعاها معلقة كمون كبيرة، ونسيبه منقوع كده في المية المغلية 10 دقايق أو ربع ساعة. هغطي عليه واسيبه منقوع في المية المغلية والكمون ربع ساعة، وده ضروري جدا علشان يتخلص من الغازات اللي فيه ويطرى سنة كده ويبقى طعمه حلو بعد ما يتخلل. ومعانا كمان الخيار، وضروري جدا واحنا بنشتريه ننقي الخيار البلدي، تكون جامدة كده ومش طرية علشان ما تتهريش معانا في التخليل. غسلت الخيار بعد كده هبدأ اقطعه عادي بالقطاعة بتاعة المخلل، بس بنقطع الجزء اللي فوق واللي تحت ده مش عايزينه. والخيار نقطعه شرايح تكون سميكة كده شوية، علشان الخيار من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت في التخليل، فعلشان يستحمل معانا وما يتهريش بسهولة، فهنقطعه حلقات او صوابع كده تكون تخينة. ومعايا هنا الفلفل الاحمر الجميل ده، هاخد شوية كده اقطعهم علشان احطهم مع المخلل، والباقي هعمل بيه الخلطة بتاعة المخلل او الدقة. الفلفل ده بارد مش حار، لو بتحبوا المخلل بتاعكم يكون حار هتجيبي فلفل حامي كده وتقطعيه وتحطيه معاه. ومعايا كمان شوية شطة خضرا كده في التلاجة هحطهم يتخللوا معاهم، بس هحط الشطة مقفولة زي ما هي علشان ما تحميش المخلل قوي. قطعت بس قرنين فلفل حامي كده عليهم علشان يدوا طعم حلو للمخلل، بس مش هيخلوه حامي قوي. الجزر اهو بعد ما صفيته من المية، بعد ما سبته 10 دقايق في المية المغلية صفيته، وهحطه في صينية كبيرة علشان نقلب كل الخضار مع بعضه. والقرنبيط كمان صفيته من المية اللي كان منقوع فيها واحطه على الجزر، وحطيت عليهم كمان الخيار والفلفل والشطة. ما كانش ناقصهم دول غير شوية لفت بس ما لقيتش في السوق. هقلبهم مع بعض كده تقليبة حلوة، وبعد كده هنبدأ نجيب البرطمان علشان نعبيهم. والبرطمان لازم يكون نضيف ومتعقم كويس، وبنعقم البرطمان بتاعنا بشوية مية مغلية وعليها ربع كوباية خل، نرجهم كويس في البرطمان. وبعد كده بنصفيهم ونقلب البرطمان على وشه ونسيبه لحد ما ينشف خالص، ودي خطوة أساسية ومهمة جدا معانا علشان المخلل ما يتهريش مننا وما يكونش ريم على وشه بعد ما نفتحه. تعالوا بقى نحضر محلول التخليل، ودي أهم خطوة. معانا لتر مية مغلية، غليت المية وسبتها بردت تماما. لازم تغليها وتسيبيها تبرد خالص، علشان لازم المية تكون متعقمة، وده بيضمن ان المخلل بتاعك يكون عمره اطول، ولما تفتحي عليه البرطمان ما يبص معاكي بسرعة او يعمل ريم على وشه. انا هوريكي مقادير لتر المية اللي هما بيعملوا 4 كوبايات بمج الشاي ده. ومعايا كمان ملح خشن، وده بيحافظ على المخلل فترة طويلة جدا. ولو مش موجود الملح الخشن هتستخدمي الملح العادي. علشان نعمل محلول تخليل مظبوط قوي، خدوها قاعدة: كل كوباية مية ليها معلقة كبيرة هرمية مليانة من الملح، ويفضل طبعا الملح الخشن. يعني لتر المية المغلية والمتبردة عليها 4 معالق كبار مليانين ملح، ومعلقة سكر، بيدي قرمشة حلوة كده للمخلل وبيحافظ عليه برضو مدة طويلة.
وحطيت عليهم فصين توم متقطعين شرايح بالشكل ده. التوم بيدي ريحة حلوة قوي للمخلل. وحطيت شوية كده من ورق اللورا او ورق الغار، وشوية من الفلفل الاسود الحصى. ورق اللورا والفلفل الاسود الحصى من الحاجات القوية جدا للحفظ. وبالنسبة للخل انا حطيت معلقة واحدة بس على لتر المية، مش هنكتر الخل علشان الخل كتره هيبوظ المخلل ويخليه يتهري معاكي بسرعة. وممكن ما نحطش خل خالص هيخليه يعيش معاكي فترة اطول، بس عشان برضو الخل بيدي طعم حلو للمخلل حطيت معلقة واحدة للتر المية. تعالوا بقى نشوف سر المحلات في اللون. المية بتاعت المخلل بتاعتهم بتبقى جميلة كده من غير ما يحطوا بنجر خالص. معايا هنا فلفل احمر، هقطع كده كام قرن منهم واحطهم في الكبة. وحطيت عليهم نص معلقة صغيرة ملح وشوية مية من المغلية اللي احنا بردناها، وهفرمه في الكبة كده، افرمه ناعم خالص علشان يبقى شبه العصير كده. ونص معلقة الملح وشوية المية هيساعدوني ان هو يتفرم ناعم قوي كده زي العصير. هنحط الدقة الخطيرة دي بقى على مية التخليل. شايفين اللون؟ لونها جميل زي بتاعة المحلات من غير ما نحط بنجر خالص. هنبدأ نحط مية التخليل بقى على المخلل بتاعنا، ولو احتاجنا مية هنعمل بنفس المقادير. لتر المية عليها 4 معالق كبار ملح مليانين هرميين، ومعلقة سكر ومعلقة خل وفصين توم وشوية ورق لورا وفلفل حصى. ولازم نملى البرطمان بتاعنا على الاخر كده بالمية علشان ما يبقاش فيه اي هوا يبوظه. انا استخدمت تقريبا 5 لتر مية للكمية دي، وحطيت عليهم كمان شوية ورق لورا وفلفل اسود حصى على الوش. ونجيب كيس تلاجة جديد او ستريتش غذائي ونحطها كده على وش البرطمان من فوق ونقفل كويس جدا. نتأكد ان احنا قفلنا كويس جدا علشان نضمن ان مفيش اي هوا يدخل جوه البرطمان. واهم حاجة نقفل عليه بكيس تلاجة او بلاستيك غذائي، وهقلبه كده على وشه علشان لو في نقطة مية هتسرب او ما قفلتش كويس هيبدأ يسرب كده، فاقوم فاتحاه وقافلاه تاني كويس. وبعد 10 دقايق لو لقيت البرطمان بتاعي ما نزلش ولا نقطة مية، يبقى كده احنا اتأكدنا ان هو خرجنا كل الهواء اللي فيه وان مفيش اي هواء يدخله. وبالنسبة لكمية الملح دي الكمية المظبوطة، لو قل عن كده هيخلي المخلل يفسد معانا بسرعة، ولو كان الملح اكتر من كده هيأثر على البكتيريا النافعة اللي احنا عايزين نستفيد بيها من المخلل، وكمان هيسيب اضرار صحية زي المخلل الجاهز، وده طبعا احنا مش عايزينه خالص. ولما المخلل يجهز ونبدأ ناكل منه يفضل نحطه في برطمانات صغيرة في التلاجة، ولما نيجي ناخد نطلع بمعلقة ناشفة ونضيفة علشان ما يكونش ريم على وشه من فوق. واللي هيتبقى مننا ما نرجعوش تاني في البرطمان علشان يعيش معانا فترة اطول. كل سنة وانتم طيبين. اعملوا المخللات في البيت، بتبقى اوفر واضمن وانضف وصحية اكتر. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش يا بنات تحطوا لايك للفيديو، وطبعا سبسكرايب لو اول مرة تشوفوا القناة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.